السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم أحبائي الأعزاء بهاد لاتارت أو سيترون. واحد لاتارت هايلة بنينة منعشة سهلة التحضير واقتصادية في نفس الوقت. عزيزاتي، قبل ما نبداو أحبائي الأعزاء، فضلا وليس أمرا، جيم وبارتاج الفيديو واشتراك في القناة عزيزتي، هكذا باش يوصلكم كل جديد وتستفادوا معايا حبيبتي بكل الوصفات. إذا عزيزتي نبدأ على بركة الله في تحضير هذه الوصفة مع بعض. المهم عزيزتي، إذا في هاد لا ريسيبيون، أول حاجة سبقت وحطيت 125 غرام تاع المارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة. بعدها أضفت نصف كأس من الزيت العادي أو زيت المائدة، بالملعقة جاوني 12 ملعقة كبيرة. خلطوا هكذا بهذه الطريقة بلا بباطور حتى تجانسنا المكونات، يعني ويصبح الزيت مع الزبدة يكونوا معايا كريمة. في هذه الأثناء عزيزاتي رايحة نضيف 4 معالق كبيرة من السكر جلاس، 4 معالق كبيرة من السكر جلاس، وتقدري عزيزاتي توصليهم حتى 6 ملاعق كبيرة، ونكملو نخفقو بيان سور. هنا رايحة نضيف حبتي بيض، ملعقة كبيرة من لافاني، ونكملو نضربو بالباتور. نضيفو ملعقة كبيرة من مبشور الليمون هكذا باش يضيف لنا نكهة، لأنه أنا لاتارت تاعي هي لاتارت لو سيترون. هنا حبيبتي رايحة نبدا نضيف في النواشف. حطيت كوب من الفرينة وزدت عليه ساشي تاع الخميرة الكيميائية وزن 10 غرام، وضفت ملعقة صغيرة تاع الملح هكذا باش تعزز لي النكهة، ونبدا نخلط باليدين بهاد الطريقة. هنا نضيف الكوب الثاني ونكملو نخلطو بلا ما نعجنو، لأنه العجينة تاع نيتا تاع أحبائي ما تتعجنش. نضيفو الكأس الثالث ونكملو نخلطو. أنا الكأس الثالث نضيفو بالتدريج. هنا أنا نشوف باللي راني يعني محتاجة نضيف، أنا نضيف بالملعقة الملعقة الثانية. هنا هذا هو القوام اللي نحوس عليه. إذا أنا لاباط تاعي خدت لي 3 أكواب من الفرينة مع ملعقتين كبيرتين. هنا نغلفها في هاد النايلون ونحطها في الثلاجة ترتاح. رجعت ليها عزيزاتي، أنا هنا رايحة نبلاطيها، نقص من العجينة لأنها يعني كبيرة، ونبدأ نبلاطي فيها بواسطة الحلال على هاد النايلون. هكذا النايلون هذا راح يساعدني. نرش شوية تاع الفرينة وما نكتروش هكذا باش ما تنشفليش العجينة تاعي وتبقى يعني مبسة. نبدا نحن فيها بهذا الحلال بهذه الطريقة عزيزتي. السمك تاعها راح يكون متوسط، ما راحش تكون رقيقة ولا خشينة. هذا هو المول اللي راح نستعملو، نقيس باش هكذا كنحطها يعني تجيني سوا. انا نستعمل هذا النوع من لي بلا تاع لي تارت وخاص لي تارت. ندهنو بشويه زبده باش هكذا ما تتسقليش.
بعدها نهز هاد العجينه كما راكم تشوفوا عزيزاتي. تنمو راهي يعني مبسسه بزاف، يعني راها تتكسر بصح معليش، انا رايحه نريقلها كنحطها في لو بلا، رايحه نريقلها الحواف تاعها، يعني نقدر نرقعها فاسيلمون بهذه الطريقه عزيزتي. يعني نحي الزوائد يعني، والاماكن اللي ما تكونش فيهم العجينه انا رايحه نرقعهم بهذه الطريقه. يعني واضافه زيت المائده للزبده عزيزتي راح يعطيني واحد القرمشه اللي طاط نتاعي. يعني انا نقدر نستعمل فقط الزبده، ولكن انا ارتأيت اني نضيف زيت المائده، يعني نقصت في كميه الزبده واضفت في مكانه زيت المائده باش هكذا تجيني يعني اللي طاط تاعي يجوني مقرمشين. من جهه ثانيه عزيزاتي هنا رايحه نحضر الكريمه لا كريم باتيسيا، حتى 3 اكواب من الماء بارد بيان سور، مع يعني غبرة الحليب أو الحليب بودر. بعدها نضيف السكر، أنا أضفت 4 معالق من السكر، وأضفت 6 معالق كبيرة من المايزينا. بعدها أضفت ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، نحطها فوق يعني النار ونبدأ نخلط دون توقف دواسة التفويل حتى يعني تتشكل لي كريمة. هنا كما راكم تشوفوا أنا طيبت لي تاعي على درجة 180 درجة مئوية، فوق يكون مسخن مسبقا هكذا حتى يتحمروا لي من تحت ومن فوق. كما راكم تشوفوا أنا عملت وحدة كبيرة، وعملت يعني دي تارتولات انديفيدوال كي بقات لي العجينه. هنا رجعت الكريمه تاعي كما راكم تشوفوا راهي بدات تتشكل لي. انا هنا كي نشوف هذوك الفقاعات معناتها الكريمه تاعي راهي واجده، نحيها من على النار. بعدها نضيف لها ملعقه كبيره من اللافاني باش هكذا تعطيني رائحه طيبه، ونضيف لها ملعقه كبيره من الزبده. كملاحظه عزيزتي انا نقدر نحط كوبين من الماء مع كوب من عصير الليمون، بصح انا صراحه ما نحبش يعني الكريمه تاعي تكون لي حامضه بزاف. هنا كما راكم تشوفوا راني نديمولي في هاد لي تارتولات انديفيدوال. بعدها حبيبتي راح نحط هذيك الكريمه كحشوه لهاد لي تارتولات نتاعي ونسويها بهذه الطريقه، يعني نهز لو بلاطو تاعي باش هكذا يجيني السطح مستوي. وهنا حبيبتي الكريمه تاعي ما نخليها لا تبرد ولا والو، يعني بمجرد ما تاكد لي انا رايحه نحطها فوق هاد لي تارتولات باش هكذا يكون السطح مستوي. وبيان سور نحطها بجيه، يعني بعدها نحطها في الثلاجه هكذا باش تبرد لي. هنا انا رايحه نوجد يعني لا ميغوار بواسطه اون ساشي تاع الفلان او سيترون مع نصف كاس من الماء وملعقه صغيره من النشا، نحطهم فوق النار كي يغلاولي. اذا كي يغلاولي عزيزاتي رايحه نحطهم فوق هذيك الكريمه اللي تكون جمدت لي، ونخليهم بجي حتى يعني تجمد لي هاد لا ميغوار تاعي. وين الاحسن يعني اذا كنتي مزروبه حطيه في الثلاجه بهاد الطريقه عزيزاتي. انا هنا رايحه نوجد هذيك الكريمه اللي راح نزين بها من فوق. هي يعني عباره عن لا كريم شونتي، حطيت كيله من لا كريم شونتي وكيله ناقصه من الماء المثلج، ونبدا نضرب الباتور عادي بهذه الطريقه حتى يضاعف لي الحجم تاعها يعني، وتوجد لي لا كريم تاعي يعني تطلع لك. الكريمه تاعي حبيبتي راهي واجده، نحطها في هاد الكيس الحلواني بعد ما حطيت له يعني اون دوي اللي تكون مسننه باش هكذا يخرجوا لي دي روزاس، ونحط هاد الكريمه في هاد لابوش
بعدها نبدا نزين في هاد لي تارتولات نتاعي على شكل ديال روزاس يعني، وكل واحد وذوقو يعني كل واحد وطريقته في التزيين. تاني حبيباتي يعني تقدروا تستغناو على لا كريم شونتي يعني ما تحطوهاش، كل واحد يعني واش يحب يحط. نتوما تقدروا تزينوها مباشرة مثلا بالفواكه، الفواكه حسب الذوق. اذا بهذه الطريقة عزيزاتي راني نزين في لي طارت نتاعي. يعني ولا طارت او سيترون يعني توالم بزاف في فصل الصيف لانها منعشة. وبيان سور لي طارت عزيزاتي والباتيسري بصفة عامة يعني يؤكل بارد، يعني يؤكل بارد من الثلاجة، ما ناكلوش سخون. كذلك انا رايحة بنفس الطريقة نزين لي طارت انديفيدوال. هنا حبيباتي راني كملت التزيين تاعي، هادو هما لي طارطولات نتاعي خرجوا لي ما شاء الله، يعني منظر جميل، منظر يشهي. هادو هما عزيزاتي نصوركم عن قرب بهاد الطريقة. كما راكم تشوفوا يعني لي طارط تاعي خرجوا لي محمرين. هنا حبيبتي ارتأيت اني نزينهم شويه كاوكاو يعني ملون باللون الاخضر هكذا باش يعطيهم منظر شباب. انا كنت قادر يعني نزينهم بشرائح من الليمون هكذا باش يبانوا لي باللي حطيت لهم الليمون، يعني كل واحد وكيف يحب يزينهم. المهم عزيزتي نتمنى تكون وصفه نالت اعجابكم، ونتمنى تتابعوني على قناتي. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى في وصفات جديده باذن الله. سلام.